بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكابتن شادي حبش اللي قلب السوشيال ميديا وقلب الدنيا كلها. وطبعا الاهلاويه واخدين كلامه كمرجع وان ده اللي افحمنا وده اللي خلص الدنيا، وهو في الاخر ما جابش اي حاجه جديده. قال لك الكلمه الوحيده اللي قالها صح في اللي قاله ايه؟ احنا في منتهى العبث، احنا في منتهى العبث. انت فعلا معاك حق، منتهى العبث ان انت بتفرض افتراضيات ان احنا بنقول ان انت فاسد والناس بتجاملك، فانت بتقول ما انت التاني بتتجامل، اللي هو انت بتشاور على الغلط بغلط تاني اللي هو مش غلط. الفرق عليها مديونات لاتحاد الكوره، معاك حق، في فرق عليها مديونات لاتحاد الكوره، بس عايز بس افهمك حاجه وافهم للناس كلها حاجه، ان مديونات اتحاد الكوره في نص فيها بيقول لك كده وان يتم جدولتها، وده القرار اهوت ان يتم جدولتها. يعني انت لو مجدول مديونياتك او محدد ميعاد الاقساط او محدد ميعاد لدفع الفلوس وملتزم بيه، فانت من حقك تاخد الرخصه. ومش انا اللي بقول كده، ده الاتحاد المصري لكره القدم اللي بيقول كده، وادي البيان قدامكم اهوت. بس احنا بنحب ايه؟ بص العصفوره عشان ما تشوفش العربيه اللي جايه تخبطك. هو بيرمي الكوره عشان تشاط في وشك، بس الكرة بعد عنك بالونه، ما طلعتش كوره، طلعت بالونه. لما انت يا كابتن شادي حلو كده وعامل فيها ايور بقى، واخد بالك من المديونيات، انت مش واخد بالك من القرارات بتعدل، مش واخد بالك من اللوائح اللي انت بتقول ده اتكسرت ده اتعملت، ما خدتش بالك ان نفس اللوائح بيتم تعديلها على حسب الهوى، ما خدتش بالك ان اللوائح بيتم التعديل فيها بالتلاعب بيها عشان مصطلحات مكتوبه غلط، ما خدتش بالك من كده؟ ما خدتش بالك ان لا مش من حقه، انت بتقول الاهلي حقه، لا الاهلي مش من حقه، الاهلي ما جاش، الاهلي منسحب. مش واخد بالك ان انت بترجع تقول ان الحكام المصريين بتظلم، الحكام المصريين اللي تاريخ النادي الاهلي كله مبني عليهم، سواء حصول على بطولات محليه او قاريه. ما لو كان فاشل محليا ما كانش ناجح قاريا. فانت بتعترف اعتراف صريح ان كل الحكام المصريين فاشلين وفسده، وده يدينك انت، يدينك انت، لان انت كده ما طلعتش جامد. انا قلتها قبل كده، بالعكس ده انا اللي جامد، اللي انا عارف اخد منك حاجه في ظل كل المجاملات وكل الفساد اللي بيصب في صالحك. والنبي يا كابتن شادي اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب.